فيلمنا بيبدأ في موقع بناء تحت الإنشاء، وبيبقى كل العمال اللي فيه بيمضوا على ورقة لزميلهم سيدني عشان يديله هدية بمناسبة دخوله للجامعة. وأما الورقة بتوصل لسيدني بنكتشف إنها بنت شغالة مع والدها في الموقع، وبتكون الهدية لابتوب بتمنه متجمع من كل اللي شغالين كهدية لسيدني، لأنها أخيرا دخلت الجامعة اللي كانت بتتمناها. وبتبقى هي البنت الوحيدة وسط كل العمال، وده لأنها شغالة مع والدها من زمان، من ساعة ما والدتها توفت وكانت سيدني لسه صغيرة، وتولى أبوها تربيتها وتعليمها، فكانت بتقضي أغلبية وقتها وسط العمال لحد ما بقت واحدة منهم. وكانت امنيتها دايما انها تدخل نفس جامعه والدتها وتشترك في نفس جامعه البنات اللي والدتها كانت رئيستها في الجامعه واللي اسمها كابا. وبتحضر سيدني نفسها للسفر، وبتاخد معاها صندوق ذكريات والدتها، وبتشوف سيدني ان والدتها كانت عضوه مهمه جدا في كابا وليها ذكريات كتير، وبتتمنى انها تبقى زيها. وبتوصل للجامعه وبتروح للسكن بتاعها، وبتقابل دينك زميلتها في الاوضه. واما بتتعرف على سيدني بتعرف انها بنت رئيسه كابا سنه 1980، وبتفرح انها زميلتها في الاوضه وبتقول لها انها تبقى اختها مش زميلتها بس، وقريب جدا هيروحوا يقعدوا في مبنى كابا الخاص ويسيبوا السكن بتاعهم اصلا. وبتبقى دينك محضره 5 فساتين وهتختار منهم الاجمل عشان تلبسه في حفله التعارف الاولى. واما بتعرف ان سيدني مش معاها فستان واحد حتى بتقول لها انها تديها فستان من عندها عشان يبقى شكلها حلو. وبنروح بعدها ريتشي رئيسه كابا، واكتر شخصيه مغروره في الجامعه، ما بتهتمش باي حد غير نفسها بس، وبتبقى رايحه لمبنى مجلس الطلاب عشان عامله اجتماع مهم. وبتبقى مستنيه تايلر رئيس جماعه بيتا الخاصه بطلاب الجامعه، واول ما بيجي بترحب بيه وبتبان انها معجبه بيه جدا، وبتقوم تجيب ماكيت المبنى جماعه الفورتكس، وبتقول انها ناويه تهده عشان تبني بداله مركز ترفيهي جميل، وهيتم بناؤه من خلال الفلوس اللي والدها ووالد تايلر اتبرعوا بيها للجامعه. وكل المطلوب حاليا هو طرد جماعه الفورتكس من المبنى عشان عمليه الهدم. وبعد ما الاجتماع بينتهي بتروح ريتشل تايلر وبتساله امتى هيوافق انه يرتبط بيها تاني، وانها ما انفصلت عنه وكانت في اعدادي وقتها وعايزه ترجع له من تاني. فبيرفض انه يرد عليها وبيسيبها وبيروح لمبنى بيتا بتاعه، وبيبقى معاه زميله بيتفرج على الطلبه الجدد، وبيلاقي طالب جديد مشترك في جماعه الفورتكس فبيرمي عليه كوره عشان تخبطه في وشه، وقبل ما تخبطه بتوقفها سيدني وبترميها تاني على زميل تايلر، وبتبقى رميتها قويه جدا لدرجه انه بيقع في الارض من قوه الضربه. وبيعجب تايلر بسيدني بسبب شجاعتها وبيروح عشان يتعرف عليها، وبيقدم لها نفسه وبيقول لها ان ممكن يساعدها في التعرف على الاماكن اللي حواليهم، وان الجامعه مليانه مباني جامعات ومنها مبنى الفورتكس، وده مش بيطلق عليه جامعه قوي لانه كان في الاصل سكن للطلبه الزياده ومحدش مهتم بيه اصلا، واحتمال يتهد خلال الفتره الجايه. وبيوصلها لكابا وبيفضل يتكلم معاها لحد ما ريتش بتبص من الشباك وبتشوفه وهو واقف معاها، وبتفهم انه معجب بيها، وبتدخل سيدني المبنى وبتحاول تتاقلم في المكان لكن ما بتعرفش. وبتقابل ريتش اللي اول ما بتشوفها بتكون عايزه تطردها من المبنى ومن الجماعه كلها لانها مش حباها، لكنها بتعرف ان سيدني تعتبر وريثه لان والدتها كانت رئيسه كابا زمان، فبتفكر مع صاحباتها ازاي تطرد سيدني من الجماعه. وبيبقى سيدني ليها تصرفات رجوليه غريبه في السكن، وبتقف مع زمايلها وبتحكي لهم ان تايلر هو اللي جابها السكن وعرفها طريقه، وبيحذروها انها تقرب منه تاني والا ريتش هتدمرها لانها بتحبه وهترتبط بيه، وما ينفعش عضوه من اعضاء كابا ترتبط بشخص مرتبط بواحده من نفس الجماعه. وكل الاعضاء الجدد في كابا بيناموا في مكان واحد، واول ما الساعه بتيجي 12 ودقيقه بتدخل ريتش وزمايلها عشان يفزعوهم من النوم، وبيقوموهم بالعافيه عشان يبداوا الاختبارات اللي هتاهلهم باحقيه الالتحاق بكابا. وبتقول لهم ريتش ان اول اختبار هو الارتباط السريع باي شاب قدامهم، ولازم يبقى معاهم شاب ويقابلوها في المطعم الساعه 12 وربع، وكل البنات بتجري في المكان عشان يدوروا على اي شاب ياخدوه معاهم المطعم. وبتفضل سيدني هي الوحيده اللي مش لاقي حد ترتبط بيه لحد ما بيكون في شاب قاعد في الشجره اللي جنبها وبتساعده على الوقوف، وبيقول لها ان اسمه ليني واستخبى في الشجره عشان لقى كل البنات جايه تجري ناحيته فتوتر واستخبى منهم، وما بيبقاش قدام سيدني حد تاني غير ليني عشان تاخدوا المطعم. وبيروحوا كلهم ياكلوا سوا، وبيتكلم ليني عن بيت الفورتكس اللي هو منه، وبيقول لسيدني ان مكانه ما بيهتمش بالمظاهر ولا بالاشكال وانه بيت للي ما عندوش بيت. وبتجمع ريتش البنات تاني وبتقول لهم ان الاختبار التاني هو الانفصال عن الشباب اللي معاهم، واول واحده لازم تبدا الاختبار هي سيدني لانها فازت باسوا معاهده ممكنه، وبتبقى مجبره انها تسمع كلام ريتش. فبتروح تقول للين انه يستناها في حمام السيدات لانها عايزه تقول له حاجه، والانوطيب بيصدقها وبيروح يستناها، لكن لما بتتاخر بيطلع يدور عليها، فبيلاقي ان كل الموجودين مشيوا وهو اللي اتدبس في دفع فاتوره الاكل لوحده. وبيجي تاني يوم وبيبقى يوم دراسي في الجامعه، وبتبقى سيدني متميزه جدا في الدراسه لدرجه انها بتتفوق على ريتش كمان، وده بيضايقها اكتر. وبيكملوا اختبارات كافا وبتفضل سيدني مستحمله كل اللي بتواجهه لحد ما بتتقبل في الجامعه كعضوه اساسيه فيها. وبتروح سيدني الليني في المكتبه عشان تتاسف له على اللي عملته معاه، وان ما كانش قصدها تهينه او تضايقه، وانه امر من كابا وكانت لازم تنفذه، والا كانوا هيضربوها وهي نايمه زي ما بيعملوا مع زمايلها اللي ما بينفذوش الاوامر. لكن ليني برضه ما بيرضاش يسامحها، وبترجع سيدني على كابا وبتبقى ريتش بتقول لهم انه هيتم اعلانهم كاعضاء رسميين في الحفله اللي هتتعمل، وكتقليد متبع ليهم في كل واحده بتدي لزميلتها فستان عشان تلبسه في الحفله. وبتختار ريتش اسم البنت اللي هتلبس فستان من فساتينها، فبتطلع سيدني في الورقه، وبتبقى ريتش متضايقه ان فستانها هتلبسه سيدني لكن لازم تلتزم
بالتقاليد، وبيطلعوا عشان يختاروا فستان ليها. وبتتكلم ريتش عن قائمه اجمل بنت في الجامعه واللي هتبقى في مقدمتها طبعا، ومفيش حد هيقدر ينتصر عليها. ده غير ان القائمه ما فيهاش بنت جديده قدرت تدخلها، لكن سيدني بتبقى فيها فعلا في المركز ال 213 على مستوى الجامعه كلها، ودي حاجه صعبه اصلا تحصل لاي بنت انها تدخل القائمه من الاساس. وبتختار ريتش فستان لسيدني عشان تلبسه. وبيجي وقت الحفله وبتبقى سيدني شكلها جميل جدا، وبيعرض عليها تايلر انه يرقص معاها. وبيجي وقت اعلان لاخوات الجدد في كوبا، وما بيجي وقت انه يتقال اسم سيدني بتقول ريتش ان سيدني خالفت قوانين كتير، ومنها انها قفشت سر من اسرار كوبا في المكتبه، وجابت شاب وحش في اول اختبار ليها. ده غير انها كدبت بخصوص وظيفه والدها وانه مش مقاول زي ما قالت، وعشان كده سيدني مش هتتقبل في كوبا وهيتم طردها من الاخويه ومن الحفله كمان. وبتطلب منها تديها الفستان بتاعها، فبتقلع سيدني الفستان في نص الحفله وبترميه، وبتروح تلم حاجاتها عشان تمشي من كوبا. وبتفضل قاعده على الرصيف مش عارفه تروح فين لحد ما ليني بياخد باله منها، وبيروح لها عشان يعرض عليها انها تبات في سكن الفورتكس، وبعدها تبقى تقرر هتعمل ايه تاني يوم. وبتتعرف على كل الموجودين، وبيبقوا طلبه منهم الاذكياء والعباقره واللي بسيط ومش مهتم بالدراسه. وبتطلع اوضتها اللي هتنام فيها، وبيبقى معاها شنطه كامله فيها القصص المصوره بتاعتها. وبيطلع ليني هو كمان بيحب القصص، وبيقول لها انها شبههم شويه وممكن يستفادوا منها لو كملت معاهم في الجماعه بتاعتهم. وبيكون المكان حوالين سيدني متدمر ومحتاج ترميم واصلاحات كتير. وبتسالهم تاني يوم هم ليه سايبين المكان متدمر كده، فبيفهموها ان ريتش واخده كل امدادات الجامعه للاخويه بتاعتها، ومنع اي فلوس جايه لهم من الجامعه، علشان كده مش قادرين انهم يصلحوا البيت اللي عايشين فيه. فبتفكر في طريقه تصالحهم بيها طول ما هي ماشيه في الجامعه. وبيجي لها تايلر عشان يتاسف لها عن اللي حصل لها في الحفله، فبتقول له انها مش مهتمه بالحفله ولا باللي حصل، واللي شاغل بالها دلوقتي هو مستقبل 7 شباب عايشين معاها في السكن. وبتلاقي قدامها واحده بتوزع استمارات لانتخابات الجامعه، فبتاخد 7 استمارات وبتطلع على السكن بتاعها. وفي نفس الوقت بتكون ريتش بتشوف قائمه اجمل بنت في الجامعه، وبتتصدم لما بتلاقي سيدني انتقلت من المركز ال 213 للمركز ال 21، وده بسبب انها قلعت الفستان في الحفله. وبتفكر ريتش ازاي تدمرها وتدمر الفورتكس. وبتبقى سيدني راحت لزمايلها وبتقنعهم انهم لازم يتقدموا لانتخابات مجلس الطلاب كلهم، يمكن ينجحوا وساعتها يستعيدوا حقوقهم كامله من الشريره اللي اسمها ريتش. وبيبداوا في عمل حملات اعلانيه ليهم، وبتساعدهم سيدني بكل قوتها، وبيحاولوا انهم يجمعوا اكبر عدد من الطلبه، لكن محدش بيجي ناحيتهم. فبتقرر سيدني ان المشروبات والمأكولات عندها مجانا لاي حد يجي لهم، وساعتها طبعا كل الطلبه بيروحوا ناحيتهم عشان يسمعوا برنامجهم الانتخابي. وبتيجي دينكل سيدني عشان تعتذر لها عن اللي حصل لها، وانها بعدت عنها الفتره الاخيره لانها خرجت من الاخويه وما بقتش ينفع تكلمها. فبتسامحها سيدني، وبيجي ليني عشان يقدم لدينكي اكل، وبيتكلموا سوا، وبيبان ان في اعجاب متبادل بينهم، وبيتكلموا سوا مده. وبتفضل سيدني تقدم لكل الموجودين قدامها برنامجها الانتخابي. وبتيجي ريتش عشان تحاول انها تحبطها ان مفيش حد من بره كابا بيكسب الانتخابات، فبتضايقها سيدني اكتر ما بتقول لها انها اكيد غلطانه، زي ما كانت غلطانه لما قالت لها ان الطلبه الجدد مش بيدخلوا في قائمه اجمل بنت في الجامعه. وبيكون تايلر واقف وشايف اللي بيحصل، وبيزيد اعجابه بسيدني اكتر، وبيروح لها المكتبه اللي بتذاكر فيها، وبيفضل يغني لها لحد ما بتوافق انها تخرج معاه في الميعاد. وبتوافق عشان يبطل غنى، وبتروح السكن عشان تجهز. وبيشوفها زمايلها انها فاشله في اختيار لبسها، وبيختاروا لها هم اللبس اللي هتلبسه مع تايلر. وما بيجي تايلر ياخدها كلهم بيكونوا مستنيين وبيهددوا انه لو ضايقها مش هيسيبوه ابدا. وبياخدها تايلر وبيروح على كنيسه، وبتكتشف سيدني انه بيساعد الفقراء وبيقدم لهم الرعايه والاكل، وانه شخص طيب فعلا. وبتبقى مبسوطه انها خارجه معاه، وبتنتهي الخروجه بينهم بشكل كويس. وما بيرجع تايلر السكن بتاعه بيلاقي ريتش قاعده عنده في الاوضه، وبتساله عن اللي عمله في خروجته مع سيدني. فبيقول لها انه مش مسموح ليها بدخول الاوضه وقت ما تحب، وانه معجب بسيدني. فبتاكد له انها مش مهتمه بيهم اصلا، ومهتمه بالمركز الترفيهي اللي هيتعمل، ومش عايزه تبوظ خططهم ولا حاجه. فبيقول لها ان نسبه فوزهم ضعيفه، وان الفورتكس حابين سكنهم جدا بالرغم من انه متدمر ومتهالك، ومع ذلك متمسكين بيه جدا، وانه من الافضل انهم يدوروا على مكان جديد للمركز الترفيهي بتاعها. وبيطردها بره اوضته. وتاني يوم بتتصدم ريتش لما بتعرف ان سيدني بقت هي المركز الاول في قائمه اجمل بنت في الجامعه، وانها لاول مره تاخد المركز الثاني. وبتقرر ان سيدني لازم يتقضي عليها اجتماعيا هي ومجموعه الفشل اللي معاها. وبيفضل تايلر يحاول يخرج مع سيدني تاني، فبتقول له انه هيبقى لطيف لو يقضي يوم معاهم في السكن، لان زمايلها ما بيحبوهوش، لكن لو اتعرفوا عليه هيحبوا التعامل معاه. وبيوافق انه يقعد معاهم، وفعلا بيلاقوه شخص لطيف، وبياخدوه معاهم للحفله اللي بيتا عاملاها. وبتبقى دي اول حفله ليهم يدخلوها من فتره، لكن ريتش بتقدر انها تبوظ الحفله عليهم وبتخلي شكلهم وحش. وبتروح لسيدني وبتقول لها ان قرار الازاله طلع خلاص بخصوص مبنى الفورتكس اللي هي قاعده فيه، وان تايلر موافق على قرار اقامه مركز ترفيهي ومش مهتم بيها ولا بزمايلها، وما بتديلوش فرصه يتكلم، وبتسيبه عشان ترجع للسكن بتاعها. وفعلا بتلاقي قرار الازاله موجود على الباب، وبيديهم يوم واحد بس على الاخلاء. وبتطلع تكلم والدها عشان تحكي له على اللي حصل، لكن في نفس الوقت ما بترضاش انها تضايقه او تقلقه عليها، وبتقوله ان كله تمام وهي كويسه جدا.
وبيجي تاني يوم وبتشوف اصحابها وهم بينقلوا حاجاتهم من البيت وبيسيبوه، وبتلاقي والدها واقف قدامها وبيقول لها انه لما سمع صوتها في المكالمه اتاكد ان في حاجه غلط، وبتحكي له كل اللي حصل، وبيقول لها والدها انها مش لازم تبقى في قابه زي والدتها عشان تبقى شبهها، اما تعمل اللي تحبه والمناسب ليها ولزمايلها وبكده هتلاقي نفسها مبسوطه. فبتقرر سيدني انها تروح للفندق اللي زمايلها قاعدين فيه، وبتقول لهم انها عايزه مساعدتهم لانها تترشح ضد ريتش نفسها في الانتخابات ولازم تكسب عشان تنقذ الفورتكس من التدمير. وبتبدا حملتها الاعلانيه الجديده في الجامعه، بتنتشر سيدني وزمايلها في الجامعه كلها وفي كل المجموعات الدراسيه، وشهرتها بتزيد لحد ما بتبقى مناظره الانتخابات تاني يوم. وساعتها بتروح ريتش المخترق اجهزه وبيقدر يدمر جهاز سيدني ويمسح كل اللي عليه بما فيه بحثها وموضوع مناظرتها، وبتقرر انها لازم تسهر طول الليل عشان تشتغل من الاول. بتبعت البحث بتاعها على اخر لحظه وبتروح عليها نومه في المكتبه لحد ما المناظره بتبدا. يدور عليها تايلر لحد ما بيلاقيها وبياخدها المناظره، وبتلاقي سيدني ان اغلب فئات الجامعه منضمه ليها وبتشجعها وبتحمسها عشان تقدر تنتصر على ريتش. وفعلا كل الموجودين بيشجعوا سيدني وبتكسب المناظره ضد ريتش. وكل اخويه كابا بيواجهوا ريتش انها شخصيه انانيه مغروره ما تلاقيش انها تبقى موجوده في كابا، وبيجردوها من امتيازات كابا وبيطردوها منها. وبكده بتنجح سيدني في انقاذ الفورتكس من الازاله، وكل الجامعه بيساعدوهم في ترميم البيت، وبيبقى والدها وزمايله هم المسؤولين عن الترميم، بتقدر انها تساعد نفسها وزمايلها كمان.